السلام عليكم وجه الخير. تحية للجماعة اللي التحقوا بنا. مرحبا بكم وجه الخير والبارطاج، ويخص دائما قضية خونا هشام ربي يرحمه، هشام في العارضة اللي معروف به. وانا راني اون ديريكت دو ستوكهولم مع الاخ الكريم خوه عز الدين، ومع الشينوي بيان سور، ومع خونا حيدر. خلوكم تطلعوا شوية، ما نطولش في الفيديو في الديريكت هذا باش يوصل المعلومة برك واش حكينا البارح باش نأكدوها. تحية العلم الجزائرية. المهم خوتي، راني اون ديريكت من السويد. انا وصلت اليوم على 4:30. عز الدين وشنوي وصلوا له الصباح، دونك كانوا مع السفارة هكذا. يا درت هكا انت هكذا باش ما يقولكش تهدر وحدها. عز الدين فوالا كانوا مع السفارة الشينوي فوالا، باسكو انت راه قلت ابار شينوي وعز الدين اللي يهدر ممنوع، اسمه ما عنده حتى معلومات باش يعرفوا بلي باسكو فوالا ديجا القانون واش يقول لك ديجا خوه، ولا ما خرجت المعلومه من عند خوه ما راح تخرج منها حتى واحد. بارك الله فيه. دونك زياده الهضره اللي راهي تمشي وكذا هذيك كاع زياده. اسمع فوالا، حنا حبينا نديروا هذا اللايف تاع فيت في باش نحبسوا التاويلات. بورطون قال لي شنو يقول لهم بلي باسكو مش حاب يديروا محتوى، فهمتوا؟ هو راه لاتي كما يقول لك بروحه، بصح كي يشوف الامور الناس تكذب والله يا ما تحشم انت يا اسماعيل. والله هاني جايتك دقيقه برك. وجوه الخير شوفوا باش كما يقول لك الكلمه الاخيره. راني في لاسوياد في ستوكهولم، الشينوي راه هنا، خوه عز الدين خو المرحوم، وخونا حيدر كثر خيره اللي استقبلنا استقبال حار. دونك المعلومات بقات هي راهي تمشي في لونكيت. خونا هشام مات مقتول باش يكون في علم الجميع، باش ما نغطوش الشمس بالغربال. لحد الان احنا غدوه ان شاء الله الا كتب ربي ندخلوا نشوفوه، وخاصه السفاره الجزائريه اللي راهي قايمه بالواجب، وعلى راسهم السفير حتى وما نعرفش اسمه. المهم السفير تاعنا ما حصل لي شرف تلاقيته. تحيه كل السفاره، الطاقم تاع السفاره الجزائريه في ستوكهولم، وسمعت عليكم غير الخير، وحصل لي شرف اني نجي هنايا، وغدا ان شاء الله نتلاقاو. وراهم يديروا في كل ما في وسعهم، وتعليمات كما يقول لك كالعاده من عند وزاره الخارجيه وعلى راسهم رئيس الجمهوريه. ان شاء الله قريب باذن الله تكون برك بعد التعديلات تاع والتايمينغ باش ننقلوا الجثه تاع خونا هشام هكذا. خويا عز الدين نورمالمون وقتاش؟ باوي مازال ما فيكسوش اكزاكت مي ماكسيموم. هنايا الاجراءات كاع فرات، هنا الاجراءات كاع فرات، بقى غير التغسيل ان شاء الله. البلاد الروتور من البلاد ابخي سي بون. ها هي خلاص، ما هكذاك الماردي هكذاك انت اللي تقول فاسون ابيبري. باش الناس راهي تتقلق، قال لك باللي مازال بالكش ما كاين اجراءات ولا زعما كش ما خصو، باسكو بزاف الناس طرحت نو هي قانون تاع الدوله الجزائريه. دونك السفاره قائمه بالواجب. فيما يخص رانا نشوفوا على بالكم رانا نشوفوا في الفيديوهات، نمشيو ونشوفوا الفيديوهات ونضحكوا الناس كل واحد كيفاش راه يحكي حياته. وهذاك اسماعيل كيفاش اسمه اسماعيل كيفاه. المهم هذاك الجورناليست اللي قال سموه البلايلي، قال له باللي توحشت القطر، قال له توحشت دراما، وعلى جالو حطموا له الكارير. اليوم نسمعوا فيه يقول لهم باللي الشرطه السويديه واش قالت بالصديق المقرب ليه اللي قتلوا. يا خوتي كون جينا في روسا وكرهم باصونا هادو استغفر الله، همي ضحك بكي استغفر الله العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. المهم واش حكينا، واش حكى الشينوي الفيديو الاولى، واش كلفني باش نقول كي كنت البارح في ليون، واش زاد خرج لكم باللي جماعه عبد الله والناس اللي راهي تستشفى، سواء جاره السوق ولا الناس اللي راهم يستشفاو وانا نعرفهم واحد بواحد، ولا واش راه يقول خو حاليا اللي راه معانا اللي حصل لي شرف وتلاقيته خونا عز الدين يشبه الخو بلا ما قلت له شفتو قلت له هذا هو خو هشام. ومعنا خونا حيدر هذه الركيزه الاساسيه. قل هذا كي تقول ستوكهولم السويد قول خونا حيدر. ربي يحفظك. الناس راه قايم بالواجب بارك الله فيك. فوالا الناس شلغوا من العيد، خونا مش شلغوا من العيد. ولا وجه الخير، هذا المعلومه اللي حاب نجوزها لكم. كش ما حبيت تقول خويا؟ نو والله غير ما حبيت جيست هكذا بالنسبه للناس اللي مثلا يحكيو على خونا هذا اللي توفى، نورمالمون يديروا حسابهم باللي هذه حكايه تاع انسان مات، ما نبقاوش نداولوا اخبار ماهيش صحيحه. الاخبار كما يقولوها راح تجي من عند خوه والعائله تاعو، ان شاء الله كما يقولوا نكونوا شغل شعب واحد في قضيه تاع انسان يهم الجزائريين كامل.
لازم الناس تخمم في العائله تاعو. مادام الناس هذو كانوا يحبوا الانسان هذا يديروا حسابه ويحكيوا عليه بالخير، ما يبقاوش يخرجوا فيه اشاعات وكذب عليه. الانسان هذا توفى ربي يرحمه. الملف راهو عند الشرطه السويديه قاعده تدير في التحقيقات وفي الاجراءات تاعها، ما كاين حتى معلومه راح تخرج. الحكايات اللي قاعدين يخرجوا كامل كذب. انا عايش هنا وعلى بالي الامور كيفاش تمشي هنا، تما ما تبقاوش تتبعوا في الحكايات. هاي قالت الصحافه، راهي قالت كذا قالت كذا، الحكايه هذه كل ما كانش منها. وهذه اللي حبيت نقولها لكم فقط، وبارك الله فيكم. ونخالف ان شاء الله يكون في التراب الوطني. عز الدين قال لك عن قريب ان شاء الله يكون في التراب الوطني. المهم رانا نحن نستناو الاجراءات باش نكملوها وان شاء الله. من هذا المنبر نزيد نقدم تعازينا الخالصه الى كل عائله تاع خونا هشام والمحيط نتاعو، خاصه المحيط العائلي، وربي يصبركم. وهذا كما يقول لك الورقه تاعو طاحت، الموت وحده والاسباب مختلفه كما كان يحكي معنا خويا عز الدين. بارك الله فيكم، وتحيه كل احترام والتقدير الى رجال الخفاء. تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. شكرا. الحمد لله، شكرا للسفاره الجزائريه، شكرا للسلطه تاعنا، سهلونا الامور. رانا باش نهبطوا خونا هشام ارض الوطن ويتدفن في بلاده وما بين اهله وما بين ناسه، والناس راهي مدايره هشام محتوى. خويا العزيز، انتم اللي قاعد تقولوا، انت واحد من الناس، ولا الناس اللي قاعد تقول لك تواصلنا مع خوف الطليان، ولا الناس اللي قاعد يقول لك مات موته عاديه، قلنا وعاودناها. هشام كاينه اونكات، ما ماتش موته عاديه، في ظروف غامضه، مع الوقت نكشفوا عليها بربي ان شاء الله. تحبس تم. تبقى واحد يقول لي عنده قلبه، واحد مريض بالسكر، واحد لقاوه ميت في الدار، واحد يوم الجيران عيطوا لابوليس يشموا الراحه تاعو. احشموا علينا، احشموا، ميت وما رحمتوهوش، احشموا على رواحكم، احشموا. اللحظه اللي راني نهضر معاكم فيها انا، اعوذ بالله من كلمه انا واخ هشام، خو هشام، رانا مع بعضانا، انا وخو هشام رانا مع بعضانا، ورانا مع بعضانا هنا، ورانا قبل الامور تاع خونا هشام باش نهبطوه البلاد. ما لا بقى وما بقى تبقى، خليونا من القيل والقال، خليونا من القيل والقال. هشام مات الله يرحمه، رانا نديرو في كل اجراءات باش نهبطوه البلاد. رانا في، والناس تبعث لي او هذاك يهدر او هذاك يقول او هذاك يأول او هذاك منا وهذاك منا. عبالك قلبي وجعني خاوتي، والله انا قلبي وجعني. نرجو من كل على السريع تعطرت، والله لا تعطرت بزاف على خونا هشام. ما انا ما عنديش معلومات، انا ابار طحت الفيديو تاعي عند خونا الشنوي، وانا هاد الجماعه قاع تلاقيت بهم. المشكله يا جماعه هي في غموض، ولا هاد المافيا هادي كملوه كيما هكا. يعني الدعوه راهي ما الله اعلم. مات كريس كاردياك، داروا له مرض، داروا له دواء، حاجه واعره. الانسان لازم يفكر شويه. أنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. باسكو كاين الناس اللي ما تخافش ربي، والناس اللي ما تخافش ربي على بالك ما يخاف من والو. حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والله ما جبرت الهضره، لساني يعجز، والله الا لساني يعجز. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، كل نفس ذائقة الموت. يا رب يغفر له وارحمه. مع انسان كان طيب، كان يهضر غير في الخير، ما نعرفوش بصح واحد انسان يشهد الحق واش راه يشوف بعينيه. ولا حول ولا قوة الا بالله، لا قوة الا بالله. حسبي الله
لا إله إلا الله. هشام 3 حوايج ذكروهم. هشام سوف يذكره التاريخ، يذكره التاريخ. مات على كلمة الحق، مات باللي برنسيب تاعو، ومات عمره ولا خدم إنسان ولا دا سنتي من عند إنسان. مات على كلمة الحق هشام، ومات راجل ومات زعيم، ومات وعمره ما دا سنتي من عند واحد، داكور. ومات يحب البلاد 20 سنة، مات يحب البلاد، داكور. ناسيوناليست للدم، للدم، مش انتم يا واحد الخوافين، يا واحد الهرابين. دركم بنتو ودا بنتو وبنتو رجال، بينوا الرجوليه تاعكم كما كان الراجل، كما كان الراجل يديفوندي على البلاد. الحمد لله اليوم نفتخر بكم خاوتي، والله نفتخر بكم. كما شفتكم تكتبوا على هشام، وكما شفتكم ترحموا عليه، والله تحياتي لكم، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، ومشكورين على كلش، مشكورين. بارك الله. انا اليوم شفت الجزائريين المحبة تاعهم لهشام. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة. وما عندي ما راح نقول، ما عندي ما راح نقول. بارك الله فيكم خاوتنا، السلام عليكم. إن الله وإنا إليه راجعون. توفى عمو هشام في العارضة، ربي يرحمه. اللي ما يعرفوش هذا صانع محتوى جزائري رياضي عايش في السويد، يدير محتوى، يحب الكوتش بالماضي، يحب رياض محرز، يهضر بزاف على المنتخب الوطني والدوري الانجليزي واللاعبين الجزائريين في اوروبا. ادعوا له بالرحمه. قال لك 12 يوم ما بانش، باسكو هو اكتيف، يحط كل يوم 2 لي فيديو ولا اكثر. 12 يوم ما بانش، انا شكيت كاباب توفى، وحتى اليوم باش نقول باسكو عايش وحده هو. ادعوا له بالرحمه ليكيب، ربي يرحمه. السلام عليكم خوتي. بلغنا وفاة خونا هشام في العارضة، صانع محتوى كروي في الجزائر، معروف كثيرا بالتكلم عن المنتخب الوطني ولاعبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمه وربي يجعله من أهل الجنة وربي يثبته عند السؤال. وهذه هي الدنيا خوتي، هم السابقون ونحن اللاحقون، وادعوا له بالرحمة. هذا واش نقدروا نقولوا، والسلام عليكم. السلام عليكم. اليوم راح نهضر على هشام الله يرحمه برحمة الله. حق تاع سيدي ربي سيطرنا ناسيوناليست، يحب الجزائر، يحب الوطن، عاش في الغربة مسكين، بصح قلبه دايما في الجزائر، سيرتو على ليكيب ناسيونال. وقف بزاف مع بالماضي، يحامي عليه سون بيتي، وكان ضد هذيك القناة نتاع الهداف. لو كان عطا ربي دوك يهضروا عليه على الموت الغامضة ديالو ويطلبوا منه السماح، باسكو علاه هو كلمة الحق يقولها، وكنا كاع نتبعوه. والله غير كان يفرحنا مسكين، ربي يرحمه ان شاء الله، الله يجعله من اهل الجنه. ولا كان عنده ولاد وعائله تاعو عايشين معاه تما، ربي يصبرهم ان شاء الله. اقسم بالله غير كان يريحني. نهار كان عندنا مشكل في الضربه تاع الكاميرون، نهار مع بالماضي حامينا عليه كاع بالماضي، وبالماضي نورمالمون والله العظيم غير يعاونوا على هذا الانسان هذايا، خاطر علاش وقف معاه، وقف معاه تاع الصح. بالماضي هدايا لازم يوقف مع هشام ربي يرحمه. ضرب عليه قلب ورب، ضرب عليه قلب ورب، والله العظيم الله غايدنا. ونطلب انايا من الدوله الجزائريه ومن الامن نتاعنا ومن رئيس تبون، هذا المواطن هذا الجزائري الحر اللي يحب البلاد، ومن الاحرار يوقفوا معاه ويديروا اونكات على الموت ديالو الغامضه هذه. نطلب من تبون ومن وزاره الخارجيه ولي ديبلومات تاعنا واللي عايشين تما يتعاونوا ويديروا اونكات على الموت نتاع هشام ربي يرحمه. يحب البلاد، يحب الاعلام، يحب ليكيب ناسيونال، يحب الجزائريين الاحرار. والمغاربه هذولا ما يستشفوا فيه ويشطحوا من الموت ديالو. شاكان سون تور، شاكان سون تور. على حنايا لابات نوار نتاع المغاربه، حاشا اللي ما يستاهلوش. انا مانيش نهضر على المغاربه الاحرار، على الطحانين هذوك اللي هم فرحانين بالموت تاع هشام، اللي هم فرحانين بالموت تاع هشام. هشام والله غير راجل، والله غير فحالون، عنده حب الوطن، وكل ما يهضر يذكر الرسول، يذكر ربي سبحانه، عنده فيه الايمان. بورتون عايش في بلاد ماشي مسلمين، يحب الوطن، يحب بلاده، وكل عواشر يعيد علينا اللي يتبعوه، وسوا في العيد الصغير وسوا في العيد الكبير. صحة عيدكم، السلام عليكم. السلام ما تنحاش من فمه، كل ما يبدا الفيديو يبدا بالسلام، بالسلام، ويسلم على المواطنين تاع الجزائر كامل واللي يتبعوه كامل.
مؤدب، يعرف يهدر، مأصل، يريحك. ما تكون يعني مغبون من جانب ليكيب ناسيونال كاش حاجه نحقرنا، ولا هو يريحنا ينحي لنا الزعاف، والله غير ينحي لنا الزعاف هشام. ربي يرحمه ان شاء الله، وربي يجعله من اهل الجنه، وربي يصبر اهل ديالو، ربي يصبر الاهل ديالو. واللي هذوك المغاربه اللي راهم يستشفاو فيه هشام، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللي يستشفاو في الميت. والشينوي هذاك ويهضر عليه يعطيه الصحة بارك الله فيه، هذا هو الصاحب. وهذوما الجزائريين الأحرار اللي ما يحبوش على الجزائري كيما هما، سيرتو لكان يحب البلاد. والجزائر خط أحمر، نعاود نولي للرئيس تبون، يا تبون هذا هشام هذا يحب البلاد. نورمالمون توجه للدبلومات نتاعنا، نتاع الكونسيلا تاع لا سويد، يديروا انونكات على هشام والموت ديالو. السلام عليكم. هذا هو الوقت اللي وصلنا له، تهضر الصح، تهضر الحقيقه، تهضر على الفساد، تهضر على الفايده تاع بلادك، تهضر على الفايده تاع المنتخب تاعك، تهضر على الفايده اللي كيما نقولوا حنايا دون بلوس بور طون بي بور طون بيان. النهايه تاعك كيما تكون كيما كانت على هشام خونا الله يرحمه يوسع عليه. السلام عليكم خوتي، جيسبر كو فوز الي بيان. فاجعه، اقسم بالله غير فاجعه. انا من مناصرين ومن متابعين هشام اليوتيوبر في العارضه، ربي يرحمه يوسع عليه. سمعنا باللي راه صافي كان جور ملي توفى، حتى اليوم باش خرج الخبر تاعه. دوك في لافات على فيديو ندير لكم فيديو تاع صاحبه الانتيم مقرب اليه، صاحبه الانتيم كيف يهضر بحسره، وكيف كيما نقولوا يستر على الحقيقه. قال لهم هشام مات في ظروف غامضه جدا، وهذا تصريح من الشرطه السويديه، يعني هذا تصريح من الشرطه السويديه، قالت لهم بالوفاه تاعه غامضه جدا. هشام في العارضه المعروف بالانتقادات تاعه البناءه وليس الانتقادات اللي تحطم، ويتكلم على الفريق الوطني، ما يتكلمش على حتى حاجه واحده اخرى من سياسه البلاد، ولا يهضر في الجزائر، ولا يهضر على الفريق الوطني وعلى الناس اللي راهي يدير في الفساد الكروي. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الانسان ولا في هذا الناس اللي كانوا سبب في الوفاه تاعه، باسكو الوفاه تاعه نقولوا نعاود ما كانتش وفاه عاديه. الشرطه السويديه صرحت بهذا الامر ان الوفاه تاعه غامضه جدا، و ils ont dit qu'on préfère que rien dire maintenant jusqu'à après la coupe du monde ان شاء الله، باش ما ياثرش على الفريق الوطني. مع كاين لاعبين جزائريين ومدربين كانوا يتصلوا معاه، على اتصال معاه ويهضر معاهم ويهضروا معاه، يعني باش ما ياثروش بهذا الامر. من هذا المنبر نقول لك هشام ربي يرحمك خويا ويوسع عليك، كنت انسان طيب، انسان خلوق، فيك غاير على بلادك، غاير على المنتخب تاعك، نشهد لك شهاده حق، وحسبنا الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. ان شاء الله تظهر الحقيقه في اقرب وقت ان شاء الله، واللي دارها ان شاء الله يخلص ويدي العقاب تاعه باذن الله. ادعوا له بالرحمه معنا خوتي، وبارطاجوا لا فيديو ماكسيموم. اللهم يا